خادم برشا حاجات. أنا خادم جامع العابدين، خادم البلدية متاع القصبة، خادم السياج الكبير متاع بنك الزيتونة في اللاك غاديكا في الكرم. خادم قلت لك البلدية متاع القصبة، خادم مجلس النواب، خادم برشا وتلة كما كنت نحكي لك، فهمني كل شيء. آخرهم معناها لوتيل متاع برج الضيافة لهنا، فهمني في صفاقس. دار بيا في البلاد العربي. السقف هذه رسمة إسلامية، والرسمة هذه متاع الحج المنشي العاتي الله يرحمه وينعمه، عنده الشكل هذا وعنده 3 أنواع أخرين. والرسمة هذه بنفسها موجودة في دار البي في حمام لمف، هي نفسها بنفس الألوان بنفس الطبعة بنفس الشكل بنفس كل شيء. هذه أنا تو عاملها لهنا عندها بتاع 25 سنة، هذه هكاية تو في داري. هذا سقف عربي مدخل فيه شوية أندلسي وشوية جنوي. الشكل هذا اللي تشوفه من هنا هذا هكاية، هذا يتسمى جنوي. الرسومات متاع إيطاليا جنوة هذه في إيطاليا، هذوما الرسومات متاعهم فيها الشكل هذايا هكايا. وهذاك رسومات أندلسية، هكا اللي ما بين العود والعود، هكوما رسومات أندلسية. هذايا سقف لوح، هذايا كوبي كونفورم على سقف في دار جلولي، البيت القبلوية. البيت القبلوية في دار جلولي تدخل لها تويكا تو تلقاها نفس السقف. لي نورم هما بنفسهم، فما الألوان تختلف شوية. القطعة هذه نجارة متاعي، وهذه فهمتني سي محمد القلال الله يرحمه، هذه جاء تعلم عندي أنا الدهينة، كان يخدم في الطولة والدهينة. نهار دخل السينما تعدى من قدام الحانوت في باب بحر، شاف الدهينة فهمتني، قال لي تحب شي صانع؟ قلت له ويجا. قلت له ولد بسم الله ما شاء الله، موهبة ربانية. هذا سقف عود عربي باللي سابو متاعه بالغرانق متاعه بكل شيء، والتخشيش متاعه كل شيء. أما هذايا ولا حداثي أكثر ما تصور في بالك، لأن دخلت النيميريك هذه والواحد هذاك كله مخدوم بالنيميريك، فهمني. دونك ما فيهوش زينة ألوان ولا هيك ولا نوارة ولا فيلي ولا كل شيء، بقينا تخدم بكله في الباتيناج. هذا كيف ستيل عربي أما على الأندلسي، معني أندلسي حداثي معناها. هذا يا سيدي لهنا الاتيليه متاعي أنا، هذا خاص كان بي أنا، خرج القوالب متاعي لهنا، نخدم خدمتي الريقل كل شيء، نخلط ألواني، نعمل قوالب متاع نجارة ولا متاع دهينة ولا متاع الديكور هذيك وكل شيء. تو كان تحب نوريك برشا تصاور. هاك صندوق عربي معناها الرسمة العربي. الصندوق العربي هذا ما راهي زاد قصة بالنسبة لصفاقس. الصندوق هذايا اللي هو مزين كيما هكا بالنوار واحد وكل شيء، يتسمى فهمني متاع الناس البرجوازية، الالواز والنوارة والقسمطينيين، يعني الناس اللي لبس عليها. انا الحبيب بن علي بن سالم قدارة، الوالد متاعي حرفي قديم، كان عنده حانوت قبل في العروسين، وقبل الحانوت متاع العروسين الوالد متاعي كان ديواني، معناها في الديوانة في عهد فرنسا. خلص الرتريت عام 50، في عام 50 كي خلص الرتريت هو عمل الحانوت هذايا متاع البلاد العربي، فهمتني، في نهج مكة غاديكا. يخدم الصنادق العربي ويخدم الكروسة ويخدم القعادة ويخدم التيجان والعلجيات ومرافع سلاح، مرافع عربي معناها، فهمني، اللي كانت متداولة في البلاد وكل شيء. وكان عنده اسمه هو والحج المعالج والعفاس وبرشا معناها قدم. من جمتهم كان النجار اللي ممتاز ياسر وقتها سي طيب بالحسن الله يرحمه، اللي ولده الحبيب ومصطفى الله يرحمه، فهمني. كانوا يتعاملوا مع بعضهم برشا. وقت اللي تكون الديوان القومي للصناعات التقليدية في 63، الوالد متاعي وقت الديوان قابل تقريبا 5000 ميدة حاجة كيما هكايا لكندا، حاجة كندا هكايا. مدام شرفي وقتها هي المديرة الجهوية متاع الصناعات التقليدية، يوميا تجي تعبي سلعة من عند الوالد. أنا وقتها نقرأ، فهمتني، نقرأ في 9 أفريل
نهار نحكي مع الاستاذ نتاعي، الاستاذ قال لي انا شهريتي فهمني 36 دينار في الشهر. قعدت بيهت انا، طلعت في العشيه لبويا، قلت له بويا فهمني المعلم اللي قري فيها يصور في 36,000 في الشهر، انا كيف غدا الحي باش نولي مش نولي كيف هو استاذ هكا ولا شهريتي 36,000؟ ايه قال لي ملا الوظيفه وظيفه. قلت له عادي انا فهمتني ما هو علمني صنعتك انت وخليني فهمتني وقتاش انا مش نعمل كهرباء وقتاش مش نعمل دار وقتاش مش نعمل ب 36,000. شنو اللي تعمل؟ قلت له انت تصورهم في نهارين. قلت له هذا معناه راه في 63. الوالد نتاعي كل جمعه اقل حاجه يعمل 12 ميده، الميده ب 5000 في هيك الوقت، يقرب 60 دينار في الاسبوع نتاعو. كتاب انا اقل صغر حسبتها له، قلت له تصور 200 واش وخلي في رتريتك وخلي في هكا وكل شيء، انا لاباس عليك فهمني، حتى انا نحب نولي هكايا. يا ودي قعدت في جرتي، يا ودي اقرا على روحك، يا ودي هذيك لز علي اخوتي كل شيء. في الاخر قالوا له زايد يا با سيبه، ما دام يحب يتعلم علمه، خليه يورثك على الاقل في هالصنعه هذه. تعلمت على الوالد عامين معناها الحقيقه الله يرحمه، علمني معناها، أعطاني معناها قواعد العمل، قاني مغروم وهو في سن كبير معناها عمره ذاك الوقت يعمل ايش 80 سنة 84 85 سنة، ولا ما عادش يقدر، يقول لك اي مادام الولد مغروم سيبه فهمتني. أعطاني قواعد تخليط نتاع الدين أو التأسيس نتاعها كيفاش، وهذه كاش تتعمل وهذه ايش تتسمى وهذه كذا بالنسبة للزنا فهمني. هيك شتيت مع الوالد، عملت معه عامين. جيت نهار هذه مدام شرفي هاي ما زالت موجوده هنا في باب بحر بعد الكنيسيه غاديكا، عندها حانوت تبيع كواتروات وشنو، كانت هي المندوبه نتاع الصناعه التقليديه. قالت له يا عم علي راهو الدندان وكحل وكل شيء ويلمدوا في الحرفيين وماذا بينا تطلع لنا لتونس وتكون لنا هكا وليدات فيها الواحد وكل شيء. قال لا انا راجل كبير ما عادش عندي خلوق، ما عادش برا هز الحبيب. الحبيب اللي هو انا معناها شنو عمري هيك الوقت، انا عمري فهمني 14 سنه، هذا 15 سنه ما لحقتهمش. وليت تصنيع. قالت له يقد روحه، قال لا يا ولدي شنو يقد روحه، يا ولدي ولا طياره هذاك سيبه برك، مش توي على هيك ولد صغير تو عنده ساعه باله تو يعلم الصغار ويعلم. طلعت للديوان القومي للصناعه التقليديه من 64 جوان 64 حتى ل 69 نخدم في الديوان القومي للصناعه التقليديه. في 69 انا خرجت حليت حانوت في تونس وكل شيء، وبديت ندهن هكا شويه وتعرفت على برشا ناس هكا باهين مهندسين سماح ويخدموا في الوتله ويخدموا في الواحد، وليت ناخذ من عندهم هيك الدهينه وهيك النجاره ولا بديت ندخل بشويه بشويه فهمتني. وبديت خدمت ما شاء الله، خدمت مثلا اوتيل لي زورانجي، لي كولومب، حمامات اوتيل، البيتش، دار اوتيل، سلوى اوتيل هذوما في برج الصدريه، سوليمار في سليمان، والحمامات هذيك ما نحكي لكش معناها اوتيل في جرة اوتيل. وبديت الخدمه ماشيه هكاك حتى للسبعينات. الوالد نهار جا عمل لي هكا قال لي يا حبيب انا انتم بكلكم في تونس وانا قعدت وحدي لهنا غدوه الحياه. دخلت للصفاقس وكل شيء، حليت الحانوت هذايا نتاع باب بحر قدام الديوانه وبديت نخدم فميكا. بعد هيك حرب اكتوبر نتاع مصر، وقتها مصر تعبه، العباد ما عندهاش فلوس، صنيعيه بمعنى الكلمه، كراكات معناها معلمين ما عندهمش خدمه، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش. يا ودي اعطيني نخدم برك باش نعيش عيالي. يقول لك جاوا من تونس من مصر، جبت من دمياط وجبت من اسكندريه ومن القاهره اصل فهمتني. وصلت عندي 36 مصري، معمل عندي في الملاحه فيه 36 مصري يخدموا. عملت الصالون الويكانز كيما هذه تو اللي قاعدين عليها، عملت كراسي نتاع بيت فطور الويكانز، بديت نخدم بيوت نوم، خديت فلوس من البنكة معناها قرض وبديت نخدم وبديت نحرك. تعرف واحد صغير وشباب اما تو الوقت الحاضر ما عادش فما ناس اللي هي قاعدة تتبع في القلم هذايا نتاع الارتيزانا وكل شيء، لانه قلم ما يعيش بالنسبة للوقت هذايا، ما
مش تعمل صندوق مش تقعد حتى يجيك شكون باش مش ياخذ عندك صندوق ب 400 ولا ب 500 ألف. هنا نمشي في العقد الثامن تويكا معناها ايش 70 سنة أنا تويكا 74 سنة فهمتني. مش قلت لك أنا في الميدان وفي الخدمة هذه وفي هالدين وفي اللوح وفي الواحد عندي 60 سنة والحمد لله رب العالمين. والمهم عشنا منها مستورين وعشنا بقدرنا والعبد الكليكا تحترمنا والناس الكليكا تقضينا قضيتنا على اخلاقنا وعلى معاملتنا وعلى صنعتنا. ما احناش طالبين حتى شيء. ان شاء الله ربي يختم بخير وان شاء الله نقعدوا ذكرى طيبه وان شاء الله الناس اللي تعاملت معاهم وهيك وكل شيء ان شاء الله هم تو وين يشوفوني يفرحوا بيا نهار اخر ان شاء الله يرحموا عليا ولا اكثر ولا اقل. لا واحد هزز حاجه في يده.